السلام عليكم، يسعد أوقاتكم. رح نحضر اليوم نوعين سلطة، كل واحدة أطيب من الثانية. ما رح تستغنوا عنهم أبدا بشهر رمضان المبارك. سلطات منعشة ولذيذة ومتكاملة بالفوائد، وبتنافسوا فيها أفخم المطاعم. رح نحضر سوا سلطة الجبنة والشمندر مع الجوز، ورح نعمل سلطة البيكان المكرمل. صدقا هدول أطيب سلطات ممكن تدوقوهم. واللي أول مرة بشوف قناتي ما ينسى الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلهم كل جديد. وهلأ حنبلش نجهز سلطتنا الأولى. عندي هون خس، أي نوع خس متوفر عندكم وأنتم بتحبوه بنغسله منيح وبنقطعه قطع صغيرة. بإمكانكم كمان تضيفوا أي ورقيات بتحبوها، بنقطعهم قطع صغيرة. بإمكانكم تضيفوا البقلة إذا حابين. بعدين ببلش أضيف الشمندر اللي سالقته مقطعته مكعبات، وبعدين جبنة الفيتا. الكميات تقديرية، حطوا حسب الصحن اللي انتوا بتحضروا فيه. اهم شي تلتزموا بالتتبيل اللي حنحضرها سوا. بامكانكم تستخدموا جبنة الحلوم كمان اذا حابين بتحمصوها. هلا بضيف اكليل الجبل، بيعطيها نكهة صدقا مميزة. وبعدين هلا بحط الرمان. شايفين ما شاء الله كمية العناصر الغذائية المفيدة والمنعشة اللي حتفيدكم بشهر رمضان. آخر شي عندي بضيف الجوز، إما بتحمصوه أو بتحطوه مثل ما هو. بإمكانكم كمان تضيفوا أي نوع مكسرات متوفرة عندكم وإنتوا حابينها. إحنا بهمنا القيمة الغذائية والقرشة اللي ناخدها من المكسرات. اللوز كمان بيطلع معها كتير طيب. هيك سلطتي صارت جاهزة. ببلش أحضر التتبيلة اللي هي عبارة عن 4 معالق من زيت الزيتون، عليهم معلقتين من خل البلسمك، ومعلقة صغيرة من الماسترد. بضيف نص معلقة من الملح. وهيك صوص السلطة صار عندي جاهز. بإمكانكم تجهزوها قبل بوقت وتحتفظوا فيها بالثلاجة، بس قبل التقديم مباشرة بتحطوا عليها الصوص وبتاكلوها. شايفين ما شاء الله، صدقا سلطة جدا شهية ومميزة. الحلاوة من الشمندر، الملوحة من الجبنة، القرش من الجوز، الحموضة من الصوص، متكاملة وجدا شهية. وهلأ خلونا نجهز سوا سلطة البيكان المكرمل. عندي نص كوب من السكر البني، عليهم معلقتين من المي ورشة من الملح. مجرد ما يبلش يسيح بحركهم، وليدوب السكر بضيف عندي البيكان برضو كمية تقديرية. مع التقريب المستمر بترك البيكان على السكر المكرمل مدة دقيقة بالضبط، مش أكتر ولا أقل. بتضلكوا تحركوهم، تتأكدوا إنه حبات البيكان انخلطت بالصوص اللي عملناه. وأهم شي إنه نشيلهم على صينية محطوط عليها ورقة زبدة عشان نقدر نشيلهم بسهولة. وبتشيلهم حبة حبة، ما تشيلهم مع بعض عشان ما بدي إياهم يلزقوا ببعض. البيكان المكرمل نكهته جدا شهية، وحتى فيكو تاكلوه هيك كسناك. فتخيلوا طعمته لو ضفناه على السلطة، بجد كتير رح تدمنوها إذا حضرتوها. بشيل بالملقط عندي حبات البيكان. وهلأ خلونا نبلش نجهز سلطتنا. عندي هون جرجير غاسلته وبحطه بالصحن. أنا استخدمت أوراق جرجير صغيرة، إذا كانت كبيرة بإمكانكم تقطعوه. بعدين بضيف عليه الفراولة، قطعتها قطع طولية. وهلأ بضيف جبنة الفيتا، أو بإمكانكم كمان تستخدموا جبنة الحلوم بعد ما تحمصوها. شايفين ما شاء الله الألوان والنكهات. وجبات غذائية متكاملة، جنبها صحن كبة وسمبوسك أو شوربة، بجد بتغنيكوا عن الأطباق الرئيسية. هلأ ببلش أضيف البيكان المكرمل. وهيك سلطتي صارت جاهزة. بضيف هلأ الدريسنج عليها اللي هو عبارة عن 4 معالق زيت زيتون، وحطيت 3 معالق من خل البلسمك، ومعلقة صغيرة من الماسترد، ونص معلقة ملح. بخلطهم سوا، وبرضو قبل التقديم مباشرة بحطهم على السلطة. طبعا ممكن تحتاجوا تزيدوا كمية الملح حسب الملوحة بالجبنة اللي انتم مستخدمينها. كخطوة اختيارية ممكن تضيفوا بذور القرع، تعطيها قيمة غذائية وقرشة ونكهة مميزة. شايفين الحلاوة والحموضة والملوحة والقرشة، بجد يا ريت تجربوهم وتخبروني رأيكم فيهم. وهيك وصفاتي صارت جاهزة.
كل لقمة فيها غنية بالنكهات وجدا شهية. وكانت معكم فداء من قناة فدا's كيتشن. إذا أول مرة بتشوفوني ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة وصحتين وألف عافية، وانتظروني بوصفات رمضانية جديدة ومميزة. مع السلامة. ما تنسوا لايك سبسكرايب. ما تنسوا لايك سبسكرايب.